ما ينفعش أخسر، ما ينفعش أخسر، ما ينفعش أخسر. ده ما يسمى بالأتيلوفوبيا أو الخوف من الخطأ أو الخوف من الفشل أو ليه أسماء كتير عموما. قبل ما أفكر أعمل الفيديو ده كنت قاعد بقلب في شوية ميمز على ريدت بينما كنت بحتسي كوبا من القهوة، ولكن بالصدفة عيني وقعت على واحد منزل ميم فيه المصطلح ده أتيلوفوبيك، ولما دخلت أقرأ شوية وأجمع من هنا وهنا ما كانتش أحسن أخبار بالنسبة لي. أيوة أنا أتيلوفوبيك. يطلع ايه الادل؟ يعني ايه اتيلوفوبيا؟ هي واحدة من اكبر كوابيسي، الخوف من الفشل او الخوف من الخطأ. وهنا انا لما بقول خوف مش قصدي خوف عادي، انا قصدي خوف رعب حقيقي. انا في الكام يوم اللي فاتوا دول اكتشفت ان الشيء ده من زمان وهو عامل لي ازمة كبيرة في حياتي. طيب نبسطها اكتر. عارف الشخص الموسوس اللي دايما بيسعى انه يطلع اي حاجة بشكل بيرفكت او مثالي؟ زود على كده ان الشخص ده خايف، دايما خايف ان الحاجة اللي بيعملها او شغال عليها ما تطلعش مثالية، وده بيخليه بيخاف يخوض اي تجربة جديدة، لانه بكل بساطة ما لا يعلمه بيساوي نسبة خطأ اعلى. وصدقني انا لما اقولك ان الموضوع ممكن يأثر على دراستك وشغلك وكمان حياتك الاجتماعية فانا مش ببالغ. في موقف حصل لي من فترة كبيرة بس انا فاكره لحد الان. كنت في درس انجليزي واموري تمام وعامل الواجب وزيادة، وحتى مستواي في الانجليزي مش سيء، يعني مش المفروض اقلق من اي حاجة تخص المادة. ولكن لما الاستاذ بدأ يقاوم ناس عشوائية واكتر من طالب قام عشان يسمع الكلمات اللي المفروض نحفظها، هنا انا غادرت العالم ودخلت دماغي، حيث في كميه افكار مرعبه عن ايه اللي ممكن يحصل لو الاستاذ اختارني وانا قمت وغلطت في حاجه والكلام ما طلعش بالطريقه البيرفكت اللي ونطلع بره دماغي، حيث في شخص لون وشه اصفر ومعدل نبضات قلبه يتراوح بين ال 150 الى ال 160 نبضه في الدقيقه، ولو مش فاهم حجم الرقم ده فهو اسرع من تراك راب جود بتاع امينيم. قبل ما حد يتوجه للكومنتات ويقول لي ان ده رهاب اجتماعي او سوشيال انكزايتي، الرهاب الاجتماعي فعلا بيخليك خايف من الغلط، ولكن خايف من الغلط عشان حكم الناس عليه عامل ازاي ويا ترى ممكن يقولوا ايه. لكن بالنسبه للاتيلوفوبيا او رهاب عدم الكمال هو خوفك من الخطا سواء الناس هتاخد بالها منه او لا. الاتيلوفوبيا مش بتهزر ابدا، وزي ما قلت الموضوع بيأثر على الدراسه والشغل والحياه الاجتماعيه. ولكن مش بس كده، اتفه الاشياء اللي ممكن تتخيلها حتى لو مجرد لعبه الاتيلوفوبيا تقدر تخربها عليك في لحظه واحده بس. زي اللعبة اللي شفتوها من شوية، لازم تدوس على كل الدوائر حسب الإيقاع الموسيقي بطريقة مثالية. بس هي دي اللعبة، أظن أبسط من كده مفيش. ولكن النقطة هنا هي إن اللعبة دي هي عدوي الطبيعي، أو من المفترض إنها تكون كده يعني، ولكن أنا استخدمتها زي ما تقول بشكل عكسي. حاسس إن اللي أنا هقوله ده حاجة مجنونة، بس على مدار ال3 سنين اللي فاتوا دول كنت كل ما بتطور في اللعبة دي وبفهمها بشكل أعمق، موضوع الخوف الغير مبرر ده كان بيتحسن شوية. ما تفهمنيش غلط، اللعبة عادية جدا ما فيهاش أي سحر، ولكن التريكس والحركات الصايعة اللي كنت بعملها عشان اتطور في اللعبة بطريقة ما كانت بتنطبق على الحياة، وده شيء غريب. ما تضغطش نفسك، لازم تكون مسترخي وانت بتحرك الماوس، ركز في الجيم طول ما هو شغال ومش مهم انت جبت كام، وكتير من النصايح اللي تبان انها بس للعبة، بس من جوايا كنت مقتنع انها مش بس نصايح للعبة. ما تضغطش نفسك، ركز في اللي انت بتعمله بشكل عام طول ما انت بتعمله، ومش مهم النتيجة طول ما انت لسه شغال. مش حاسس بشبه ما بينهم؟ حاجات كتيرة صغيرة وبسيطة في حياتنا لو ركزنا في آلية عملها هنلاقي انها ممكن تفيدنا بطريقة مباشرة او غير مباشرة. انا قبل الفيديو ده لو قلت لأي حد ان انا قدرت اواجه واحد من اكبر مخاوفي عن طريق لعبة دواير اكيد هيضحك، وانا مش بلوم عليه. ولكن اخيرا بعد فترة كبيرة من القلق والخوف من ان اجرب حاجة جديدة رجعت اعمل الحاجة اللي بحبها، ومن غير ما افكر في النتيجة ممكن تكون عاملة ازاي، لانه بكل بساطة احنا لسه في البداية. لو انت اتيلوفوبيك مش عايزك تقلق من حاجة، شوية مجهود شخصي ورضاك عن نفسك قادر انه يغير كتير. انت اعمل اللي عليك وما تفكرش في الموضوع كتير وسيب الباقي على ربنا. من ساعة ما شفت المصطلح ده على ريدت وانا قررت اني اعمل فيديو عن الموضوع ده. استيعابي في وقت متأخر ان في حاجة اصلا اسمها كده شجعني اكتر اني اعمل الفيديو ده. وقبل ما اقفل الفيديو بجد حابب اشكركم على دعمكم في الفيديوهين اللي فاتوا، واتمنى يعجبكم اللي ناوي انزله في المستقبل. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تحفزني ان اكمل. وكان معاكم بلوت تويست، انا شغال على الفيديو ده بقالي كام يوم وكنت على وشك ان اكنسله عشان حاسس انه مش بيرفكت